السلام عليكم ورحمة الله. سمري لتشابتر 5 ليكتشر 6، وخليكم كده معايا وركزوا الله يبارك لكم علشان خاطر الدنيا تبقى حلوة. احنا هنتكلم النهارده عن الكولز، فقبل ما نتكلم عن الكولز هنتكلم الاول على الفانكشنال جروبس. طبعا احنا هنا جايين نتكلم عن مين؟ جايين نتكلم عن الديريفاتيفز. مين هم الديريفاتيفز؟ المشتقات. الجماعة بتوع الرياضة يركنوا على جنب شوية، مش بنتكلم على المشتقات اللي هي دي. قلنا ان احنا عندنا فانكشنال جروبس. تعالوا نحفظ مع بعض الفانكشنال جروبس. الفانكشنال جروبس حفظ، لازم تحفظها. يلا مع بعض. بص بقى يا سيدي، اللعبه هنا على الاو قول معايا. هنا او واتش، خلاص. هنا او وسي او. لو لقينا الاو والاتش مع بعض يبقى ده الكحول. لو لقينا الاو والاتش لوحدهم يبقى ده الدهايد. لو لقيناهم كلهم يعني الاو والاتش تعرف على طول ان ده كربوكسيل. نقول تاني، عايزين نحفظ الفانكشنال جروبس. او مع اتش الكحول، او مع اتش الكحول، او من غير اتش الدهايد، او من غير اتش الدهايد. سي او اتش يبقى كربوكسيل او كربوكسيليك ايه؟ او كربوكسيليك اسيد. الجروب اسمها كربوكسيل، او نقدر نقول كربوكسيليك اسيد. قولوا معايا يلا. او مع اتش الكحول، او من غير اتش الدهايد. او مع اتش الكحول، سواء الكحول او فينول، الاثنين في اليفاتيك وفي اروماتيك. اي حاجه بالار الكايل نقول عليها اليفاتيك. اي ار ارايل اروماتيك. على طول انتوا ثبتوا النقطه دي. اي حاجه فيها ار تبقى اليفاتيك، واي اي ار تبقى اروماتيك. خلينا بالالوان الغامقه خلاص، وسيبوكم من اللي انا بشخبط باللون الفاتح ده، ركزوا فيه على اللي انا بقول. يلا. او مع اتش الكحول، او من غير اتش الدهايد، سي او اتش كربوكسيليك اسيد. طب نيجي هنا هنتكلم عن الاو والسي او. طيب لو في او ايثيريال، سي او كيتون. طب سي واو يبقى استر. تاني، لو في او ايثيريال، سي او سي او، ما بتقولوش ليه كيتون والسي او يبقى وسي او يبقى استر. يبقى تاني هنا بنتكلم على الاو والسي او، ماشي، في افتراض انهم كونكتد بالكايل. كونكتد بايه؟ بالكايل. اما هنا فالاو بنتكلم على الاو بس، والسي او بس لو كونكتد بالاتش. الاو والسي او بس لو كونكتد باتش. نقدر نصنفهم بكده، مين اللي كونكتد بالار ومين اللي كونكتد بالاتش. نقول تاني يلا، مين اللي كونكتد بالايه؟ بالاتش. يلا لو او مع اتش الكحول. طب سي او والاتش لوحدها الدهايد. طب سي واو اللي الثلاثه موجودين وكونكتد باتش يبقى كربوكسيليك اسيد. نيجي الناحيه الثانيه، او مع ار ايثيريال، سي او مع ار كيتون. طب سي واو وار يبقى استر. اذا ارتبطت بان اتش 2 يبقى ده امين. سي او ان اتش 2 يبقى ده اميد. بص، مع اكسجين يبقى اوكسايد يبقى اميد. وصلت كده؟ ان اتش 2 بس امين. امين. سي او بسبب الاو مع الان اتش 2 نقول عليها اميد. نقول عليها ايه؟ اميد. نمسك مع بعض الالكولز، وعايزك بالراحه كده. بص يقول لك اللي ايه؟ اللي شايله واحد غلبانه فيه او تعبانه فيه. يلا، اللي شايله واحد قلنا حيرانه فيه. اللي شايله واحد حيرانه بيه. اما 2 3 4 متستفين، مترتبين، متظبطين، تمام، ثابتين معاك. يلا، يعني انواع الالكول حسب عدد الهيدروكسيل. الالكول اللي عنده هيدروكسيل واحده نقول عليه مونو هيدريك. الالكول اللي عنده هيدروكسيل واحده نقول عليه مونو هيدريك، زي C2H5OH ايثانول، C4H9O7 بيوتانول، C3H7OH ايثانول. هي عباره عن الكايل ومعاها OH، فنقول عليه مونو هيدريك. طيب لو معانا بقى الكايل ناقصه 2 اتش، فما نقدرش نقول الكايل بقى، نقول هنا معانا كربون كونكتد ب OH اول باي 2، ده اسمه داي هيدريك. وتصنف العيله دي بعيله الجلايكولز، يعني عيله الجلايكولات. ليه؟ علشان اي حد عنده 2 OH نقول عليه جلايكول. فنلاقي عندنا ايثيلين جلايكول اللي هو C2H4OH اول باي 2. ايثيلين جلايكول، كان ايثيلين وخد 2 OH بقى ايثيلين ايه؟ جلايكول. يبقى اللي عنده 2 OH نصنفه على انه جلايكول. طيب اللي عنده 3 OH نقول عليه تراي هيدريك. اللي عنده 3 OH نقول عليه تراي هيدريك، زي الجليسرول. زي الايه؟ الجليسرول. ماله الجليسرول؟ C3H5OH باي 3، يعني كان الكايل. خد بالك، شلنا منه 3 اتش وحطينا له 3 OH
ده داي هيدريك، هتعرفه من وجود التلاتة او اتش. تراي هيدريك 3 او اتش. طيب لو في اكتر من 3، لو عدد الهيدروكسيل اكتر من 3، لو ان مور ذان 3، زي السوربيتول، زي حالة السوربيتول C6H8OH all by 6، تقدر تعمل الفورمولا بتاعته بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا هنلاحظ معنا دي ان CHOH all by 4 يعني متكررة 4 مرات. نقول تاني، هنا معانا جلايكول، هنا معانا جليسرول، هنا معانا سوربيتول. يبقى نقول تاني، ادي المونو هيدريك، ادي المونو ايه هيدريك اللي عنده واحدة OH، وادي اللي عنده 2 OH اللي هو الجلايكول. كمان مرة، اللي عنده 2 OH اللي هو الجلايكول، واللي عنده 3 OH اللي هو الجليسرول، واللي عنده اكتر من 3 OH ده بولي هيدريك، ده بولي ايه هيدريك. تمام. يلا تاني. ليه بنقول من اللي معاه بقى اللي شايله واحد حيرانه بيه؟ اقول لك انا، لانك لو معاك واحده OH التصنيف مش هيقف هنا. المونوهيدريك انواع الكربون اللي ماسكه الاو اتش نقول عليها كاربينول. بص بقى، لو كربون ماسكه او اتش واحده فنقول عليها حيرانه بيه. ليه؟ لان عندها احتمالات. لو معاها 2 اتش وواحد بس الكايل، بص واحد بس الكايل ايه، بس معاه 2 اتش، في الحاله دي نقول عليه برايمري مونوهيدريك. ونسمي الكربون دي، الكربون اللي ماسكه دي، كربون عاديه، كربون نورمال. كربون ايه؟ نورمال. تاني، لو معاها واحده الكايل و2 اتش تبقى نورمال كربون، يبقى ده الكحول عادي، نورمال الكحول. نورمال ايه؟ نورمال الكحول. طيب لو انا لقيت ان الكربون اللي ماسكه الاو اتش دي ماسكه معاها واحده اتش ومعاها واحده او اتش واتنين الكايل، فانا محذرك من الحاله دي. الحاله دي اسمها سكندري الكحول، ويطلق عليها ايزو الكحول. جت منين كلمه ايزو؟ اختصار كلمه ايزومر، يعني شبيه للايه؟ للالكحول. بدل ما هو يعني هو ممكن ينفع نفس الالكايل، ينفع، بس الاو اتش ما تكونش على الكربون الاولى، ما تكونش على كربون نمبر 1، لا ممكن تبقى على 2 3 4 2 اور مور. فاهم؟ ما تكونش على الطرف، الاو اتش ما تكونش على الطرف. في الحاله دي سي اللي هي الكاربينول، قول ورايا، السي اللي ماسكه الاو اتش نقول عليها ايه؟ كاربينول. كمان مره اقول، السي اللي ماسكه الاو اتش بنقول عليها ايه؟ كاربينول يا مستر. طب يا سيدي، السي اللي ماسكه الاو اتش هنقول عليها يا جماعه كاربينول يا مستر. واخد بالك انت؟ السي بتاعت الاو اتش اسمها كاربينول، كربون من ماسكه من عيله اول الكحول. فلما نشوف السي اللي ماسكه الواحده اتش دي هنقول ان نوع الايزو زي ما قلنا، او نقول عليه ايزو الكحول. يبقى السكندري الكحول وينفع ايزو الكحول، ينفع ايزو ايه؟ الكحول. ما تبص على النوع الثالث بقى منه، هتلاقي حالة الكربون اللي ما معاهاش ولا اتش يا جماعة، لكن في 3 الكايل، وفي الحالة دي اسمه تيرشري الكول. وكمان الكربون نفسها اسمها تيرشري كربون، يعني كمان الكربون هنا تيرشري كربون. وكنت عارف واثق ان هيجي واحد يقول لي دلوقتي يا مستر ما هي نيو. بص يا حبيبي، حالة النيو تتقال عن نيو الكان، اوعى تنسى اللقطه دي. حاله النيو لما الكربون يكون طالع منها 4 سنجل بوند مع 4 كربون، وتنفع هنا ترشري كربون، لكن الشكل نيو، شكل الموليكيول نيو، الشيب بتاع نيو وبيكون. وعشان تعمل نيو لازم اتليست يكون عندك 5 كربون اتومز اور مور، يعني كربون بثلاثه الكايل CH3 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 و OH، ما يتقالش عليها نيو شيب، ما تنفعش نيو شيب يا حبيبي، خلاص كده. لكن دي يتقال عليها تيرشري الكول. تيرشري ايه؟ الكول. وصلت كده يا حبيبي المستر؟ بنخليك ليا يا قلبي. يبقى نرجع تاني، قلنا اللي معاها واحد، ايوه اللي هو واحد او اتش يعني حيرانه بيه، لكن اللي معاها 2 داي هيدريك، معاها 3 تراي هيدريك، معاها 4 بولي هيدريك، مين هي؟ الكاربينول. السي اللي ماسكه الاو اتش، الكاربينول اللي هي السي اللي ماسكه الايه؟ او اتش. طب اذا كانت السي اللي ماسكه الاو اتش بقى معاها واحد، فقال لك بقى نروح نشوف بقى، طب هي ماسكه الاو اتش ومعاها كام اتش؟ معاها 2 يبقى برايمري، مع واحده يبقى سكندري، معاهاش خالص يبقى تيرشري، وليس نيو الكان، وليس نيو ايه؟ الكان. طيب ازاي بنسمي الالكول؟ تسميه الالكول اسهل بكتير لو انت طالب شاطر ذاكرت معانا في الالكان. نيم الايوباك الاول هتختار اللونجست تشين، بعد كده تختار الاقرب للاو اتش وترقم. بعد ما ترقم هنا بقى هتتبع الالفابيتيكال اوردر، يعني تقول حسب الالفابيتيكال اوردر حتى لو الارقام مش مترتبه. باكد عليك عشان الناس اللي بتتلخبط فيها، حتى لو الارقام مش مترتبه اعمل ايه؟ اقول حسب الالفابيتيكال اوردر.
وفي الاخر نغير ونقول ان هو اتغير من عيلة ان لعيلة اول، يعني تحول من الكان لالكوهول. الكومن نيمز بتتقال بقى هي اللي يتقال فيها نورمال كذا كذا، نورمال بيوتانول، نورمال بيوتايل الكحول، ايزو بيوتانول، ايزو بيوتايل الكحول، ترشري بيوتانول، ترشري بيوتايل الكحول، وهكذا. الكومن نورمال وايزو وترشري، لكن الايوباك نيم بيبقى بالارقام. يبقى دي طريقه التسميه سواء كان كومن او كان ايوباك. هنروح دلوقتي للسكندري الكحول، ونوت شبراوي مهمه جدا 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 عن السكندري الكحول. ايه الفرق بين ايزو الكحول وايزو الكايل الكحول؟ بص بقى اللقطه دي، خد بالك كويس قوي. دلوقتي انا معايا ايزو الكحول، يعني الكربون كونكتد بواحده اتش زي ما انتم شايفين كده، ففي الحاله دي وواحده او اتش كمان مره، واحده اتش وواحده او اتش، الشكل اللي احنا شايفينه ده، والكايل من هنا والكايل من هنا، ده شكل اسمه الايزو الكحول. وكمان مره دي تسميه كومن وليس ايوباك. نوت على التسميه الكومن، ملحوظه لما يجي يسالك في تسميه كومن، وعادة بتستخدم لما يجي الراجل يسألك على أسئلة. طب لو أنا بتكلم على سكندري الكحول فأنا بتكلم عن سي ماسكة او اتش واتنين الكايل. طيب لو أنا بتكلم عن ايزو الكايل الكحول، الايزو الكايل الكحول زي ما أنت هتشوف كده، بص ركز بقى معايا في اللقطة دي، هو برايمري الكحول عادي، هو برايمري، يعني بص الشكل ده هو برايمري الكحول، بس عنده الايزو جروب. بص بص بص، دي اسمها ايزو الكايل، الشكل ده اسمه ايزو الكايل. كم مره؟ ايه الفرق بين ايزو الكحول وايزو الكايل؟ ايزو الكحول سي اتش او اتش، ايزو الكايل لا عادي ملهاش دعوه، هي سي اتش واتنين الكايل، ومش شرط او مش مرتبطه، مش مرتبطه. طبعا انا بكتب بالاخضر النوتس اللي انت هتكتبها بايدك، ها، مش مرتبطه بالاو اتش. كمان مره مش مرتبطه بالايه؟ بالاو اتش. كمان مره الايزو الكايل جروب هي مجموعه الكايل شكلها برانشد بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يبقى ده الفرق بين ان هو يقول ايزو الكحول وبين ايزو الكايل جروب. يبقى ده شكل الايزو الكايل جروب. مش سؤالي او انا مش عارف هي كونكتد بمين، بس دي كده هي ايزو الكايل جروب، عباره عن سي اتش ماسكه 2 الكايل. طب الايزو الكحول، بص بقى ركز معايا، لا قال لك الايزو الكحول الوضع مختلف. الايزو الكحول او سكندري الكحول لازم 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 السي اتش تكون كونكتد باو اتش ومعاها 2 الكايل، يبقى داي غير داي. سكندري الكايل جروب غير سكندري الكحول. خلاص كده، يلا عدنا تاني. لو هي كده شكلها، ركز معايا، سي اتش الشكل اللي انت شايفه ده، سي اتش اهي، وهنا كونكتد بلونج تشين، وهنا الكايل وهنا الكايل، نقول عليها سكندري الكايل جروب. حلو. لو انا بقى بقول انها مش كونكتد هنا بلونجست تشين وكونكتد الكحول، يبقى في الحاله دي اقول عليها سكندري الكحول. يبقى السكندري الكايل جروب تتحول لسكندري الكحول. الايزو الكايل جروب تتصل بايزو الكايل الكحول، واخد بالك انت؟ يبقى تاني الايزو الكايل الكحول ينفع برايمري عادي، ينفع برايمري عادي. بص بقى ركز، بس الالكايل اللي معاه مش جاي لونجست تشين، لا ده جاي بالمنظر الوهمي ده، وحلينا زيها في المين بوك عندك. ارجع للمين بوك، بص في الاكزامبلز هتلاقيها موجوده معاك الشكل ده. ده في الحاله دي اسمه الجروب دي اسمها ايزو الكايل الكحول. يبقى نقسم تاني. انا لو قسمت كده بتكلم على ايه الفرق بين ان انا اقول سكندري الكحول معناها السي اتش كونكتد مباشر بالاو اتش. طب الايزو الكحول السي اتش مش كونكتد مباشر بالاو اتش، لا بالعكس، دي كونكتد باتنين الكايل عادي. يبقى ده اسمه ايزو الكحول، ده ايزو الكايل الكحول، يعني ايزو جروب مجموعه الالكايل هي الايزو، بس هو الكحول عادي. يبقى هو الكحول عادي والالكايل هي اللي ايزو. هنا هو الالكحول ايزو، يبقى ايزو في السي اتش. خلاص. طيب يبقى تاني، سكندري الكايل جروب هي السي اتش وكونكتد بحاجات، يا لونجست تشين واتنين الكايل، يا اما او اتش واتنين الكايل يتقال عليها سكندري الكحول. ايزو الكايل جروب هي السي اتش واتنين الكايل كونكتد بو اتش. ما بص، ما هو ممكن تبقى بي ار تبقى ايزو الكايل بروميد، ممكن تبقى سي ال ايزو الكايل كلورايد. خلاص. وهنا اكدت قبل ما اشرح الكلام ده ان انا النوت دي كلها بشرحها على التسميه الكومن، لكن الجماعه بتوع الايوباك الله يبارك لهم رحمونا وقال لك يا جدعان شيلوا من على العيال
رقم سمي قول بالحروف، رقم سمي قول بالحروف، رقم سمي قول بالحروف. ده نظام العاقلين بتاع الايباك. اما نظام الكومن قال لك اصل الشكل ده شكل ايزو، فانت لو موصله باو اتش يبقى ايزو الكول، موصله من بعيد بالاو اتش يبقى ايزو الكايل الكول. واخد بالك انت؟ وربنا يسامحنا على كل ايه ما ارتكبناه من افعال ومعاصي، ويتوب علينا والله من تدريسنا للايه للناس اللي عايزه ضرب النار. ننتقل بعد كده، واخد بالك انت، وكله ابتلاء وربنا يجعله في ميزان اعمالنا. معلش بحاسبن عليكم بس قلبي مش جايبني. ها يلا يلا لا تتكتب عليكم. يلا جنرال بروبرتي ولا ترد فيا وانتوا بتنحسين. جنرال بروبرتي اوف الكحول، الصفات العامه للالكحول. الكحولز عموما، بس هنركز على الالكولز دلوقتي. احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من الالكولز، عندنا اليفاتيك وعندنا اروماتيك. ايه اكتر النوتس في البروبرتي اللي نهتم بيها؟ اولا هم نيوترال، متعادلين. نيوترال مهمه 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 مهمه. كلرلس، عديمه اللون. كلنا بص كده عندك في البيت لو قدامك ازازه كحول ولا حاجه طبي، واخد بالك انت، ده الكحول هتلاقيه شفاف عديم اللون. الفيرست ممبرز منهم ليكويد، يلا الصفات الفيزيكال ناخد بالنا. المايلد ممبرز يعني الاعضاء المتوسطين منهم اويلي، لحد ما نوصل لللاست وان زي الواكس الشمع، خلاص كده بيبقوا سوليد. وخد بالك ان الشمع يشمل الالكحول ويشمل الاسيد ويشمل الاستر، يعني كلمه شمع دي بتشمل الثلاثه، فتذكر من اللقطه دي. ريلاتيفلي هاي بويلينج بوينت، عندهم نقطه غليان عاليه. ليه؟ لانهم بيعرفوا يعملوا ايه؟ بيقدروا يعملوا هيدروجين بوند which increases by increasing the number of hydroxyl group. كل ما يزيد عدد ال OH كل ما البويلينج بوينت تزيد. بس يا بيه اوعى تقول بس، استنى ده الموضوع كبير. لما نيجي بقى الموضوع البويلينج بوينت، في الموضوع بقى يا جماعه بيبقى عايز تركيز كده، الله يبارك لك. خد بالك الحته دي الاسي كله بيطلع منها، ولعب الحبشتكنات كله بيجي من هنا. افتكر ان انا قلت لك ان الاسي بتاع الحته دي ايه؟ موضوع البويلينج بوينت والفرق بينهم. بص يا سيدي، اول حاجه يقول لك ان البولي هيدريك يعني اللي عنده نمبر من الهيدروكسيل مور ذان 3. مور ذان ايه؟ 3. هتلاقيه اكتر من لما يكون النمبر اوف هيدروكسيل ايكوال 3، اكتر من لما يكون النمبر اوف هيدروكسيل ايكوال 2، اكتر من اللي عنده او اتش واحده. يعني كل ما النمبر اوف او اتش زاد كل ما البويلينج بوينت ايه؟ زادت. كمان مره، كل ما النمبر اوف او اتش زاد كل ما البويلينج بوينت زادت. فنلاقي ان البولي هيدريك زي السوربيتول اكتر من التراي هيدريك زي الكوليسترول اكتر من الداي هيدريك. والسبب ايه؟ ان زياده عدد الاو اتش بتزود النمبر اوف هيدروجين بوند. تعال نربطها بواحده كمان، السوليبيليتي. السوليبيليتي الذوبان. السوليبيليتي الذوبان. السوليبيليتي بقى الذوبان بنقيسها على 3 مستويات، 1 2 3. بص نمشيها واحده كده، 1 2 3. السوليبيليتي يعني نمشيها على 3. اول حاجه تبص على عدد الهيدروكسيل. حلو حلو، كل ما زاد العدد الهيدروكسيل زادت البويلينج بوينت وزادت السولوبيليتي. طيب لو تساووا في عدد الهيدروكسيل نخش في المولر ماس. لا حلو قوي. ليه؟ كل ما كانت المولر ماس اكتر كل ما البويلينج بوينت البويلينج بوينت تزيد لكن السولوبيليتي تقل. السولوبيليتي ايه؟ تقل. تاني، السولوبيليتي عكس المولر ماس. السولوبيليتي عكس المولر ايه؟ ماس. طب لو زاد هيدروكسيل السولوبيليتي تزيد، قلت المولر ماس السولوبيليتي تزيد. ركز في اللقطه دي. طيب لو تساووا في عدد الهيدروكسيل وتساووا في المولر ماس ما فاضلش قدامك يا هندسه غير انك تشوف، يعني ممكن يجيب لك 2 ايزومرز عندهم نفس المولر ماس. السؤال ده موجود عندنا، هنشوف في المراجعه. خد بالك من اللقطه دي، 2 عندهم نفس المولر ماس، 2 ايزومرز شبه بعض. مين عنده برانشز اكتر؟ تشوف بقى على اللي عنده برانشز اكتر. كل ما البرانشز زادت، بص بقى، كل ما البرانشز زادت كل ما البويلينج بوينت زادت والسولوبيليتي زادت. ليه؟ عشان ده بيديها فرصه اكتر يبقى في ريبالجن بين البوند واسهل في الارتباط وهكذا. تعال نشوف. نقول تاني، السولوبيليتي بسبب وجود الهيدروكسيل. حلو، لانهم بيقدروا يعملوا مور هيدروجين بوند ما بين الالكول والووتر. ممتاز، بزياده عدد الهيدروجين بوند. وهنا بزياده عدد الهيدروجين بوند. ممتاز. طيب شوف انا قلت لك اهو 1 2 3. الاول تعد الهيدروكسيل، تساوي في الهيدروكسيل خش في المولر ماس، تساوي في المولر ماس خش في عدد البرانشز. باي انكريزنج الهيدروكسيل السولوبيليتي تزيد، باي ديكريزنج المولر ماس السولوبيليتي تزيد. يبقى السولوبيليتي والمولر ماس عكس ايه؟ عكس بعض. خد بالك دي. يقول لك ميثانول مور سولوبل ان ووتر ذان ايثانول. ليه؟ هتقول له الميثانول عنده لس مولر ماس، اخفف المولر ماس فبيدوب.
ايزوبروبايل اكتر solubility من البروبايل الكحول، مع ان الاثنين ايزومرز لبعض. ايزوبروبايل ليه مور solubility؟ عشان عنده مور برانشز، عنده مور ايه؟ برانشز. يبقى لما البرانشز انكريز، لما البرانشز انكريز، قول معايا، لما البرانشز انكريز، لما البرانشز انكريز اللي يحصل السولوبيليتي يحصل لها ايه؟ انكريز. لما البرانشز انكريز السولوبيليتي انكريز. يبقى تاني سؤال اللي تشوز اللي هيجي لك في امتحان ثانويه عامه، سؤال اللي تشوز اللي هيجي لك في امتحان ثانويه عامه هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايزوبروبايل اند بروبايل الكحول have the similar mass are isomer to each other. حلو كده. which of them is more soluble؟ هتقول له الايزوبروبايل مور soluble. ليه مور soluble؟ عشان مور برانشد. ليه مور soluble؟ عشان مور برانشد. حلو قوي. نيجي بعد كده less acidic than phenol. الالكولز احنا لسه قايلين، ما احنا يا مستر لسه قايلين ان هم نيوترال. ايوه يا سيدي ماشي، ما هو هيقول لك بقى ما هو الالكحول تعتبر اليفاتيك. ليه الفينول اللي هي اروماتيك الكحولز برضه؟ ما بيقول لك الفينول اروماتيك الكحولز. قارني بين الاثنين الكحولز. اقول له لا معلش، في الحاله دي الاليفاتيك ليس، الاليفاتيك الكحولز اقل. كمان مره، الاليفاتيك الكحول ليس ذان فينول. انا كاتبها لك تاني بس بشخبط معاك يعني. they react with sodium، وده يثبت ان هم ويك اسيدك، عندهم صفه اسيدك ضعيفه. احنا بنقارنهم من حيث مثلا انت قايل نيوترال، انا قلت لك انهم نيوترال بس هم عندهم ويك اسيدك بروبرتي. تاني هم اولموست نيوترال، يعتبر نيوترال بس عندهم ويك اسيدك بروبرتي. اثبت. قال لك ات رياكت وذ ميتال. طب اثبت لي انهم مش اسيد قوي، اثبت لي ان هم مش اسيد قوي. اقول له doesn't react with sodium hydroxide. وده يثبت لي ازاي؟ اثبت لك ان هو مش اسيد قوي، يعني مش ظاهر عليه صفه الاسيد قوي. جبت له الكلي يا عم. المفروض اي اسيد مع الكلي يطلع سولت ووتر. الراجل ده هنجيب له الكلي هيقف يتنح كده ومش هيطلع سولت ووتر. it can also react with acid. يبقى مستحيل يكون اسيد ويعمل رياكشن مع الاسيد ويطلع سولت ووتر. يبقى طب هي كده الالكول تصنف على ان ايه؟ والله يا باشا تصنف على انها نيوترال with weak acidic property and some alkaline property. وده بسبب وجود ايه؟ بسبب انها بتقدر تعمل رياكشنز بالاتش لوحدها فتتصرف كويك اسيد، بالاو اتش فتتصرف كويك بيز، بالسي او اتش او بذا هول موليكيول فتتصرف كانها نيوترال. الله 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 الله. يبقى انا هصنفها لما يقولوا لي الكولز ايه هقول لهم نيوترال. لما يقولوا لي الرياكشنز بتاعتها هقول ايه؟ اقول لهم ويك اسيدك مع الميتال، ويك بيزك مع الاسيد. يعني لو جبت له اسيد يجيب له ويك بيز، ولو جبت له موليكيول كامل هيعمل معاه رياكشن كامل، ولا كانه اسيد ولا كانه بيز. لا هو هيتصرف كانه نيوترال. هيتصرف كانه ايه؟ نيوترال. يبقى دي كانت لعبه الالكولز. لعبه الايه؟ الالكولز بالاو اتش. حلو قوي. بعد ما عرفنا لعبه الالكول بالاو اتش نفتكر تاني. دلوقتي لما اجي اقارن بين الالكول، ليه كل الصفات دي عن الالكول؟ والحته دي مهمه جدا 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 عشان تبقى كومبير ما بينها وما بين الفينولز. لما نروح للفينولز كومبير بينها وبين الاروماتيك الكول. بص بقى يا سيدي، لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان الالكايل ويكلي اتراكتد للهيدروكسيل. هتفهم فايده الحته دي بس قدام. انت دلوقتي هتشوفها نوت عاديه، قدام بقى هتشوف بقى فرق رهيب. وطبعا في المين بوك انا عامل لك الكومبير وقلناها في الحصه ان في كومبير ما بين الايه؟ الالكول والفينول. لازم تركز فيه. الالكهول الار بعيده، قول ورايا الار ايه؟ بعيده. الالكهول الار بعيده عن الاو اتش، فالاو بتقرب من الاتش. لما تقول قرب من الاتش هتخليها شورتر وسترونجر. لما تكون شورتر وسترونجر هتعمل ديكريز للبولاريتي، هتفرق بينهم قوي بين الاو والاتش، وده هيخليها difficult to separate H positive. من الصعب فصل الاتش ايه؟ بوزيتيف. كمان مره difficult to separate الاتش ايه؟ الاتش بوزيتيف. تعالوا نشوف طرق تحضير الالكول. يلا ازاي نحضر ايثانول؟ خلاص احنا كده فهمنا ان الالكول عنده او اتش. طيب ايثانول اشهر واحد، ايثانول او الايثايل الكول، كحولي ايثيلي، هو ده المطهر اللي انتوا بتعملوه. ايثانول او ايثايل الكول. يقول لك ايه؟ لو حطينا سكروز على ووتر بهيدروليسيس الاول هيتحول لجلوكوز وفركتوز. يبقى الاول انا السكروز
هعمل له الاول حاجه اسمها هيدروليسيس، الستيب الاولى هيدروليسيس. الستيب الثانيه اسمها فيرمنتيشن. كمان مره، الستيب الاولى هيدروليسيس، ستيب 2 هي فيرمنتيشن. الاول هدوبه في ميه، فك السكروزه، حوله لجلوكوز وفركتوز، جمع كده 12 و2 بقوا 24، سوري 12 و2 بقت 14، ادي 6 كربون، اللي انا بقوله ده سوري 22 و2 يبقى 24، ادي 12 و12، ادي 11 و1 و12، ادي 6 و6. المهم بقى جلوكوز وفركتوز. يعني الاول حولت السكروز اللي هو سكر التموين، سكر المولاس، سكر العسل، سكر القصب، خلاص كده لجلوكوز وفركتوز. ناخد بعد كده الجلوكوز والفركتوز دول ونحط لهم يست خميره زيميز انزيم، خلاص كده يطلع الكحول وكربون دايوكسيد. كمان مره هيطلع لي الكحول وكربون ايه دايوكسيد. ودي يا جماعه لو سالك عن البريبريشن ان اندستري، التحضير في الصناعه. طيب ايثانول is considered as a petroleum product. ليه يعتبر الايثايل الكحول petroleum product؟ because it produced from cracking of petroleum product producing ethene. then ايه اللي يحصل بقى بعد كده؟ نعمل ايه؟ نعمل هيدريشن، هنضيف له ميه. ستيب دي اسمها هيدريشن، اضافه ميه هيدريشن، واخد بالك انت؟ مع السكر اسمها هيدروليسيس. يلا تاني، C2H4 مع H2O هيدريشن، هنحط لها H2SO4 عند 110. مهم حفظ التمبريتشر، عشان احنا عارفين ان ده هيت ديبندنج رياكشن، تفاعل معتمد على الهيت. هيطلع لي ايثايل الكحول او الايثانول اللي احنا عايزينه، ونقدر نقول دي فروم بتروليوم، من البتروليوم. طيب preparing in lab، تحضيره في المعمل. لو عايز احضره بطريقه كيميكال بيقول لك باي الكالاين هيدروليسيس. ايه معنى كلمه الكالاين هيدروليسيس دي يا مستر؟ الكالاين هيدروليسيس دي يا حبيبي معناها ان انا هعمل له هيدروليسيس، هفككه او هضيف له او اتش، بس هستخدم الكلي زي الصوديوم هيدروكسيد والبوتاسيوم هيدروكسيد. انا في الحاله دي استخدمت الكلي. اللي حصل الكي سحبت البي ار وخرجت بيها بره وكونتني الالكحول. يبقى تاني باي الكالاين هيدروليسيس، ان نضيف الكلي ل الالكايل هالايد. الكالاين هيدروليسيس لمين؟ للالكايل هالايد. طب ركز كده معايا، هيقابلنا طبعا هنا، او انا هنا بما اني بركز على الايثانول، انا طلعت ايثانول لما كنت مستخدم سيمتريك الكين، اللي هو الرياكشن ده سيمتريك، ده اللي هو CH2 دبل بوند CH2، فالكربون اللي بينهم دبل بوند، عدد الهيدروجين هنا قد عدد الهيدروجين هنا، اللي هي حاله الايثين، ودي الحاله الوحيده اللي بتطلع برايمري الكحول. هنروح نحل فاريبلز دلوقتي، خلص دول الاول ونروح نحل فاريبلز، او اقول لك الفاريبل ايكويشن شفنا فيها السكندري والتيرشري بيطلعوا من حالات الالكولز الثانيه، بيطلعوا من حالات الالكولز الايه الثانيه. انا عندي تحضيره في الصناعه، وعندي تحضيره من البتروليوم برودكت، وعندي الكالاين هيدروليسيس يعني باستخدام الكلي اللي هو ميتال هيدروكسيد. ميتال ايه؟ هيدروكسيد. بقى معايا الكحول يا عم، عامل لنا الصداع عشان الالكحول، بقى معانا الكحول. نستفيد ايه من الالكحول؟ قال لك الالكحول ده الايثانول، هتحط له خد بالك تقدر تطلع منه ريد سبيريت، او المعروف بالكحول الاحمر او السبيرتو الاحمر. الريد سبيريت وهو undrinkable، غير قابل للشرب، يستخدم في industrial product، نواتج صناعيه، ويوزد از فيول، خلاص كده. وبالعاميه يعني بالبلدي قلت لكم ده بتاع السبرتايه بتاعه القهوه، خلاص. لو حد عندكم في البيت من هواة القهوه اللي بمزاج، اللي بتتعمل على السبرتايه بالراحه. ابيور ايثانول، ناخد ايثانول عادي 85% مع ميثانول 5% مع بايريدين وكلر وووتر. خد بالك ان الميثانول ده هو الماده السامه اللي بتسبب العمى والجنون، عمى وايه وجنون. اما البايريدين فهي باد سميل، رائحه سيئه، هي المسؤوله عن الباد سميل، الريحه الوحشه. والمفاجاه الشعب المصري هو الوحيد اللي بيعتقد او اللي بيقول ان ريحه السبيرتو ريحه حلوه. خد بالك انت ان علميا احنا حاطين له بايريدين عشان يبقى فيه باد سميل، تمنع الناس من التعامل معاه بالشكل ده. قسمنا الرياكشنز بتاعه الايه الالكهول، لما نيجي نهاجم الالكهول لثلاثه لا لاربعه. رياكشن يهاجم الاتش، او رياكشن يهاجم الاو اتش، او رياكشن يهاجم السي اللي ماسكه الاو اتش، وفي رياكشن هيهاجم الموليكيول كله. يا نهار ابيض، 1 2 3 4. ناخد الحاله الاولى، مين ممكن يهاجم الاتش؟ يقول لك الميتال يهاجم الاتش. الميتال هيهاجم الاتش لو حطيت له صوديوم او بوتاسيوم، الصوديوم هيطرد الاتش ويطلع منه الايه
الايثايل اوكسايد. الايثايل اوكسايد بيتنطق ايثوكسايد. ايثو ايه؟ اوكسايد. تاني الايثايل اوكسايد وبيتنطق ايثوكسايد. يبقى معانا صوديوم هجمت الايه؟ الايثايل الكحول، طلعت منه ايثايل اوكسايد. خلاص كده صوديوم ايثوكسايد. طب لو ما عجبنيش اتصرف ازاي؟ افرض طلعت لي ايثايل اوكسايد ما عجبنيش، رجعها لي تاني، اديله ووتر على طول. يبقى هي راحه رياكشن، راجعه بووتر، تديله ميه هترجع لي رياكشن تاني. كمان مره هتديله ميه هترجع لي الرياكشن ايه؟ هترجع لي الرياكشن تاني. طب لو جربنا الرياكشن ده بالبنزويك اسيد، بص بقى ركز معايا. لو انا جبت له كربوكسيليك اسيد سواء اروماتيك كربوكسيليك او اليفاتيك كربوكسيليك، الحاجه اللي عليها COOH لسه قايلين ده يبقى كربوكسيليك، فالراجل ده اروماتيك كربوكسيليك اسيد. كمان مره اروماتيك كربوكسيليك اسيد اللي هو سميناه بنزين اهو، بنزويك اسيد. اما حبيب قلبنا اللي احنا عارفينه ده فده اليفاتيك كربوكسيليك اسيد. فصراحة أي كربوكسيليك أسيد حضرتك هتكلف نفسك وتروح تجيبه، سأصنع لك منه الإستر. فأنا هنا معايا إيثايل بنزويت إستر. كمان مرة معايا إيثايل بنزويت إستر. يبقى الإيثايل ألكول الاثنين رياكشن دول يا جماعة اسمهم استرفيكيشن، يعني رياكشنز تحضير الإستر. فلو معاك بنزويك أسيد وحطيت له إيثايل ألكول هيطلع إيثايل بنزويت. لو معاك أسيتيك أسيد وحطيت له ايثايل الكحول هيطلع لك ايثايل اسيتيت استر. وفي الليكتشر 8 ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل استرس وننطق استرس ونلخص استرس، وان شاء الله نسترس كل حاجه احنا عايزين نقسطرها. خلاص كده يبقى الاستر في العموم هو عباره عن كربوكسيليك اسيد خلاص مع الكحول. كربوكسيليك اسيد مع ايه؟ الكحول. وده رياكشن مهم جدا 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 ليه محاضره خاصه بيه. خلاص كده يبقى تاني كربوكسيليك اسيد مع الكحول طلع سواء بالبنزين يبقى بنزويت، لو بالاسيتيك اسيتيت، ولو بالبروبانويك بروبانويت، وهيكون ليها محاضره لوحدها. اذا الهجوم هنا كان على الاتش بتاعه الايه؟ الالكول يا جماعه. كمان مره هنا خلعنا الاتش بتاعه الالكول. تعالى نهاجم الاو اتش بتاعه الالكول. هنهاجم الاو اتش بتاعه الالكول يبقى انا عامله كانه ويك بيز. احنا هنا عملناه كانه ويك اسيد، هنا اتصرف كانه ويك اسيد. طب تعالى هنا جبت له اسيد هيتصرف كانه ويك بيز. شماله بوزيتيف ويمينه نيجاتيف، شماله بوزيتيف ويمينه نيجاتيف، اللي بره مع اللي بره واللي جوه مع اللي جوه. الوتر هتخرج بره ويتبقى لي ايثايل كلورايد. ايثايل ايه؟ كلورايد. ما عجبتنيش اعكسها، برافو عليك، اديها بيز يرجع الكول اللي هو الكالاين هيدروليسيس. مش ده الكايل هالايد لسه قايلين؟ اعكسها بقى الكالاين هيدروليسيس. حلو كده. طيب وده برضو لو ما عجبتنيش، طب ودي برضو لو ما عجبتنيش اعكسها. اعكسها ازاي؟ اديها ووتر، لان اصلا الووتر منها فيها. شايف الكونسنتريتد سلفوريك اسيد؟ معلومه مهمه جدا 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 عن الاسيتيك اسيد اللي هتستخدمه هنا، لازم يكون الكونسنتريشن بتاعه 100%، لازم يكون كونسنتريتد. ليه؟ هتعرف في ليكتشر 8، بس افتكر لازم يكون 100% كونسنتريشن، لازم يكون دراي جاف من غير ميه مش مخفف. عدنا تاني زي ما قلنا هنعمل استرفيكيشن يبقى نستخدم سلفوريك اسيد عشان يعمل ابزوربنج للووتر. طب لو عايز تعكسها اديها ووتر يرجع تاني كل واحد لوحده فيتفك تاني، يتفك لك ال CH3COOH ويتفك لك الالكول اللي هو C2H5OH. طيب نمسك الالكول نديله اسيد ان اورجانيك اسيد هيطلع الكايل هالايد RX. لو عايز تخلص من الاكس دي وترجعه لي الكول تاني اديله NaOH. ال Na هتسحب الاكس وتدخل مكانها ال OH، يبقى رايح وجاي. زي ما قلنا دي تفاصيل تفصيليه مفصله. عدنا تاني. لو عايز اهاجم الكاربينول، السي اللي ماسكه ال OH اسمها كاربينول، السي اللي ماسكه ال OH اسمها كاربينول. الرياكشن ده خدناه قبل كده يا جماعه وهو الاوكسيديشن. لما اعمل لها اوكسيديشن اطلع لي 2 OH في وقت واحد، ده كومباوند انستيبل وممكن ما نقفش عنده، هيكون لي على طول ايثانال او الدهايد. يبقى الايثانول هعمل له اوكسيديشن، الاو هتخش، هو عنده اتش هيبقى عنده 2 OH مش هيستحمل 2 OH فهيطرد ال H2O بره. لما يطرد ال H2O بره هيعمل دبل بوند، لما يعمل دبل بوند يبقى فرقنا ما بين ال O وال H. انا لسه قايل لك لو مع بعض يبقوا الكحول، لو متفرقين يبقوا الدهايد. لكن زي ما قلنا مش هنعرف نوقفها، ما بيعرفش يوقفها
اتس ا نون ستوب جيرني يا حبيبي، رحله في اتجاه واحد، طريق اللي يروح ما يرجعش، هتكملها للاخر. الالدهايد يا باشا او الالدهايد او الال بالاكسيديشن هيتحول لاسيتيك او ايثانويك اللي هو كربوكسيليك اسيد، لان بكل بساطه لازم هتدخل او تانية هنا فيبقى اسمها سي او اتش. تاني كانت او اتش بقت سي او والاتش لوحدها، بعد كده بقت سي او اتش، ومش هتقدر توقفها ليه؟ عشان الاكسيدايزنج ايجنت اللي انت حطيته هنا شغال كونتينيوس. لو شفتني دلوقتي بطرقع لك بايدي كده، واخد بالك انت؟ شغال كونتينيوس زي القطر. حطيت الاكسجين هنا اشتغل تك ترك تك ترك تك ترك تك ترك لحد ما فصلهم. او اخيرا في رياكشنز، يبقى تاني الالكوهول بقى الدهايد والالدهايد بقى كربوكسيليك اسيد بالاكسيديشن. خدنا قبل كده قلنا ان ممكن الالكوهول يعارض او يتعرض لمشكله نشوفها مع بعض، وهي ايه؟ في رياكشنز بقى على ذا هول موليكيول اللي هي الرياكشنز اللي هاجمت الموليكيول كله او اتعاملنا فيها مع الموليكيول كله. نركز، اتعاملنا مع الايثانول بالH2SO4 كدراينج ايجنت عند 180، وخد بالك ان كل الرياكشنز بالH2SO4 هيت ديبندنج رياكشنز، يعني رياكشنز معتمده على الهيت. فعندك بالH2SO4 عند 180 يطلع C2H4، عند 140 يطلع داي ايثايل ايثر يعني الاو في النص ولازم يكون في 2 هنا، وعند 80 يطلع لك ايثايل هيدروجين سلفيت، وفي كمان رياكشن كمان وهو C2H5OH. واخد بالك انت؟ لو عملنا له ريدكشن بالH2 في وجود النيكل اور البلاتينم او البليديوم، البلاتينم او الايه او البليديوم، خلاص كده عند من 50 ل 150 ديجري سلسيوس هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي CH3CHO اللي هو الالدهايد. واخد بالك انت؟ اللي هو اسيتا الدهايد، اللي هو ايه؟ اسيتا الدهايد اللي هي حركه الريدكشن بالH2. خد بالك من اللقطه دي برضو، ماشي كده؟ اللي هيحصل هو خروج الاسيتا الدهايد، ماشي كده؟ تمام الحمد لله. تعال نشوف القصه تمشي تاني ازاي بعمليه الريدكشن. كده ده كده رياكشن كامل على الموليكيول كله، رياكشن كامل بالموليكيول C2H5OH، اجمالي الحاجات اللي درسناها. خلاص كده ما تنسوش الرياكشن ده، خدوا بالكم منه. الريدكشن بالH2 ممكن كمان نستخدم CuCrO4، يعني خلينا منها دلوقتي عشان نخلينا على اللي معانا في الكتاب. يعني هنروح بعد كده عندنا variable equations بقى اللي كنت بكلمك عنها دلوقتي. يعني احنا قلنا ان انت يعني بص خد بالك ان انا كده رتبت لك الدرس تاني في السمري بالترتيب اللي هو ايه اللي شبه بعض جنب بعض. طب ولو في حاجه من القديم جبتها لك زي دول كده، واخد بالك انت؟ لو في حاجه من القديم جبتها لك. طيب several example for catalytic hydration، خدنا قبل كده التعامل مع الكاتاليتيك هيدريشن وقلت لك ليها نوت فوق كده، قلت لك ايه هتيجي واحده قد ايه اقول لك فيها ان الكاتاليتيك هيدريشن ممكن اديك عليه اكزامبلز ثانيه. تعال نشوف مع بعض كاتاليتيك هيدريشن. يعني نكبر خط شويه ونشوف كده اللقطه دي. بص مع بعض، لو معايا سيمتريك الكين هيطلع لي برايمري الكول زي ما حصل مع الايثين وطلع لي ايثانول. لو معايا اسيمتريك الكين، اسيمتريك غير متماثل يعني الكين زي البروبين هيطلع لي بروبانول. وركز بقى ان بسبب ان الدبل بوند كانت ما بين 1 و 2 فالاو اتش بقى على 2 بسبب طبعا ماركونيكوف، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. فلما جت الووتر اللي هي عباره عن اتش او اتش اللي معاها اتش 2 خدت الاتش وبقت اتش 3، والاو اتش جت مع الفقيره اللي في النص. خد بالك بقى من الحته دي، الاو اتش لما جت في النص ظهرت الايزو جروب فبقى معايا ايزو الكحول. طيب لو انا استخدمت ايزو الكايل جروب يعني الكايل جروب برانشد، بص بقى برضو عندي هنا دي فقيره ودي غنيه بالمقارنه، فدي هتاخد الاتش ودي هتاخد الاو اتش. لما دي خدت الاو اتش وهي الفقيره، خد بالك معايا، وهي الفقيره خد بالك ده ايزو الكايل الكين. وطبعا ايزو علشان خاطر بتاع الجروب دي زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه، خد بالك انت ايزو يعني سيميلر لالكاين وهنا الكين. اتكسرت الدبل بوند، الفقيره خدت الاو اتش فبقى معايا ترشري الكحول ومش نيو جروب. كنت عارف انك انا كنت عارف انك هتقول لي ده نيو، انا كنت عارف تيجي دلوقتي تقول لي نيو. حبيبي ده مش الكان 1 2 3 4 دول 4 متوصلين ببعض. على العموم يعني ايه بلاش نعتبر ان ده شكل نيو الكحول، سميها ترشري الكحول بلاش نيو الكحول.
خلي نيو دي وانت بتتكلم عن الالكان. يبقى لخصنا الكلام كده، نلخصها بقى على ان ايه؟ لو سيمتريك الكين هيديني برايمري الكول، لو اسيمتريك الكين فالاو اتش هتروح للفقيره فهتديني سكندري او تيرشري الكول، سكندري او تيرشري الكحول. الاكسيديشن رياكشنز بتاعتنا برضه نيجي نشوفها هنا، هو انك البرايمري الكول هتعمل له اوكسيديشن يبقى الدهايد، تعمل له اوكسيديشن يبقى اورجانيك اسيد، وزي ما قلنا ده طريق خلاص للاخر. يقول لك we can't obtain ethanol from this reaction، هتقول له due to the presence of oxidizing agent، بسبب وجود الاوكسيدايزنج ايجنت ده في الميديم. الايثانول راح للايثانال والايثانال بقى ايثانويك اسيد، طب الميثانول بقى ميثانال والميثانال بقى ميثانويك اسيد، اديله اديله طيب ماشي. سكندري لو انا بص لو انا بادئ ببرايمري هيدي الدهايد وكيتون، لو انا هيدي الدهايد وبعد كده كربوكسيليك. لو انا بادئ بسكندري فهو اوريدي عنده اتش واحده، هعمل اوكسيديشن في خطوه واحده هيطلع لي 2 او اتش وده انستيبل فيتحول لي لكيتون. يبقى البرايمري هياخد خطوتين عشان عنده 2 اتش، السكندري على خطوه واحده عشان عنده واحده اتش. افتكر دي سكندري هيديني واحده او اتش يديني كيتون، اما الترشري ما عندوش ولا اتش اقدر اصلا اعمل لها اوكسيديشن. ثم خدنا اشهر منتجات طلعت من الجماعه بتوع الالكولز هو التي ان جي، واللي تقدر تقول عليه يا وجع قلبي ومعاك دواء. ليه بقى؟ زي ما هو بيعالج الهارت، خد بالك تريتمنت اوف هارت، زي ما هو اكسبلوسيف ماتيريال يعني يستخدم في علاج القلب وهو ماده متفجره. ازاي بقى؟ انت تجيب الجليسرول والجليسرول ب 3 او اتش وتدي له 3 نيتريك اسيد وسلفوريك اسيد، يعني الريشيو تبقى كام تو كام؟ 1 to 3، 1 to ايه؟ 1 to 3، 1 جليسرول ل 3 نيتريك اسيد. اللي يحصل هتطلع تي ان جي تراي نيتروجليسرين، تاني تريتمنت اوف هارت واكسبلوسيف ماتيريال، يعني يقدر يفجرك وفي نفس الوقت يقدر يعالج قلبك. ثم قلنا يا جماعه ما تنسوش ان البولي هيدريك الكولز يعني الجماعه اللي الاو اتش عندهم فيها ان والان هنا اكتر من 3، فخد بالك شفنا فيهم في حصه النهارده 3. سوربيتول الاكزامبل الاول اللي ابتدينا بيه المحاضره. الجلوكوز، وخد بالك الجلوكوز يصنف زي ما هو بولي هيدريك الكول، هو يصنف على انه الدهايد. فيقول لك ايه؟ ان الجلوكوز is considered as a polyhydric alcohol او considered as a polyhydric aldehyde. ليه بقى اللي انت بتقوله ده يا عم؟ اقول لك ان هو لخبط كده الكلمتين في بعض، دخل الالكول في الالدهايد. فاللي عنده سي اتش او عشان الجلوكوز اخره سي اتش او، فقال لك زي ما هو عنده مالتاي او اتش متعدد الاو اتش لكنه عنده الدهايد. طب الفركتوز بقى على نفس التصنيف، يقول لك بولي هيدروكسي كيتون. بولي هيدروكسي ايه؟ كيتون، نقدر نعتبره كيتون. ليه نقدر نعتبره كيتون؟ عشان عنده الكيتونيك جروب السي او في النص، يبقى اللي عنده سي اتش او اللي هي سي دبل بوند او منفصله عن الاتش، بعيد عن بعض يبقوا الدهايد. لو مع بعض يبقوا الكحول، بعيد عن بعض الدهايد. طب لو السي او من غير اتش خالص ولا مع بعض ولا منفصلين، هي سي او لوحدها، دي كيتونيك كده جروب، اللي ايه؟ في الكايل فوق والكايل تحت، كيتونيك جروب. وبكده دي اطول حصه عندنا في منهج الاورجانيك كله، لميناها بتفاصيلها. توفيق ما شاء الله عليكم، شدوا حيلكم، ادوها مره 2 3، استخدم السمري ده بقوه، السمري ده بقوه. الحصه دي مهمه 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 يا جماعه، تلت الاورجانيك اللي جاي في الامتحان تطلع من الحصه دي على طول. يلا اشوفكم على خير، الى اللقاء في سمري جديد ان شاء الله. السمري اللي جاي هو سمري الفينولز.